تخيل تصحى في جسم مش جسمك، تبص في المراية هتلاقي وش تاني بس جواك نفس العقل، نفس الذكريات. الموضوع ده حصل فعلا سنة 1970. العالم الأمريكي روبرت وايت قرر يعمل تجربة مجنونة، ينقل دماغ قرد كامل لجسم قرد تاني. العملية كانت معقدة جدا. فتح الجمجمتين، فصل الدماغ الأول، ووصل الأوعية الدموية بدقة رهيبة في جسم القرد التاني. وفعلا القرد فاق، قدر يشوف، يسمع، ويتفاعل بعقله الجديد. لكن جسمه ما كانش بيتحرك لأن الأعصاب اللي بتتحكم في الحركة ما قدروش يوصلوها. القرد عاش حوالي 9 أيام قبل ما يموت، والتجربة دي عملت ضجة في العالم كله. في اللي شافها عبقرية علمية، وفي اللي وصفها إنها تعدي حدود الإنسانية. بس السؤال اللي لسه بيخوف العلماء لحد النهاردة، لو قدرنا نلقي دماغ إنسان لجسم إنسان تاني، هل هيفضل نفس الشخص؟ ولا مجرد عقل قديم في جسم جديد؟ لو عجبك الفيديو حط لايك واشترك في القناة علشان تعرف تجارب علمية أغرب من الخيال.